السلام عليكم، يسعد اوقاتكم. احلى عالم بالعالم. اليوم بدنا نعمل مع بعض مقدوس ما شاء الله مبين شي ناهي على الاخر، والمنظر مبين والاطيب من هيك. يا عيني يا عيني. تعالوا نشوف الطريقة من البداية للنهاية حبايبي. انا استخدمت الباذنجان الحمصي. اول شي بدنا نقيم العنقوزة بهي الطريقة. شوفوا ما شاء الله على الباذنجان مثل الذهب ما شاء الله. بعد المقدوس شغل البيت ما في اطيب من الجاهز بمليون مرة، وبكفي الواحد النظافة بيعرف شو عم ياكل. هلا حبايبي بدي اغمرهم بالمي وبدي احطهم على الغاز. بس غلو اول غلوة بعير 10 دقايق. من بعد ما تغلي المي بنعير 10 دقايق وبكون عنا صار جاهز مسلوق. انا استخدمت الملح الصخري موجود عند الاتراك. هلا الملح العادي بيصير بس الصخري افضل. بدي افتح المقدوسة بهي الطريقة. بدي اترك سنتي من فوق وسنتي من تحت، وبدي افتحها من النص، واهم شي ما ينفذ للجنب التاني. شوفوا ما شاء الله قلب الباذنجان ابيض مثل التلج طلع معنا. ما شاء الله ما شاء الله. تقريبا نص معلقة صغيرة من الملح. بدي افركها بهي الطريقة مشان يطلع المي كله منها. هلا بدي صفهم بالصينية بس نخلص الكمية كلها من التسويق، بعدين بنكبسهم مشان يصفوا من المي. بعد ما خلصت الكمية كلها فيكن تكبسوهم بمصافي وفيكن تكبسوهم بالسلة. انا كبستهم بالسلة البلاستيك. لبست قماشة بيضة وتقلناهم كتير منيح، يعني حطيت حجر باطون وحطينا أوزان تقيلة. لازم يكون الباذنجان بهي الطريقة. هي الباذنجان بعد يومين، لأنه إذا ما كان مصفي منيح بيحمض معكم المقدوس. هلأ صار وقت نفرم الجوز. بدي أفرم الجوز خشن، وأنا ما بدي أحشي الكمية كلها، بدي أحشي نص الكمية والنص التاني بدي أحطه بالفريزر. هلأ بدي أضيف فوق الجوز الملح. شايفين حبايبي نص الكمية تبع الباذنجان حطيتهم بأكياس فريزر وبدي أحطهم بالفريزر. ايمت ما اجى عبالنا المقدوس بنطالعهم بنحشيهم ونحط لهم زيت. هلا بدي احط تقريبا 5-6 اسنان توم. انا عندي هون كيلو من الجوز. فضلا وليس امرا تعملوا لي مشاركة للمقطع مشان يطلع اكسبلور. ضيفوني على حساباتي الشيف نور الدين، فيسبوك يوتيوب انستغرام. هلا بعد ما هرست التومات بدي اضيف الدبس الفليفلة. بدي احط 6 معالق. هي دبس فليفلة حلوة. بتحبوا الحد حطوا حد، انا بدي احط معلقة واحدة حد. هلا بدي اخلطهم مع بعض. ممكن ارجع احتاج فليفلة ممكن لا، بس فليفلة الحد لسه ما حطيتها. ما في اطيب من المقدوس على الفطور، وخصوصي مع كاسة شاي شي ناهي على الاخر. هلا بعد ما خلطتهم حطيت معلقة من دبس فليفلة الحارة، وبدي ارجع اخلطهم كتير منيح مع بعض. ما شاء الله ريحة التتبيلة صارت بتجنن. يا عيني يا عيني. هلا صار وقت نحشي المقدوس. بدي افتح الباذنجانة بهي الطريقة. بدي احط الحشوة واكبسهم وسكرها كتير منيح. هلا انا بدي احشي الكمية كلها مشان امسحها من برا للمقدوسة بعدين وصفهم بالمطربانات بالنهاية. على العين بتاكل قبل التم. ما شاء الله ما شاء الله. وفيكن تحشوا الكمية كلها وتحطوهم بالفريزر، بس يفضل انكم تحطوا بس الباذنجان. الحشوة باي وقت بتساووها، افضل ما تنز مي بعدين. شوفوا لي على المقدوسة يا عيني. هلا حبايبي بعد ما مسحت المقدوس بدي صفهم بالمطربان. والله مبين شي ناهي على الاخر. ان شاء الله بعد 2-3 بس استوى المقدوس بصور لكم فيديو. وفتحة المقدوسة حبايبي لازم تكون لبرا بهي الطريقة. شوفوا ما شاء الله كيف طلعوا، ولا اروع من هيك. يا عيني يا عيني. عن جد مبين شي فاخر على الاخر ما شاء الله. هلا بعد ما صفيناهم بالمطربانات صار عنا وقت التزييت. حبايبي فيكم تحطوا بس زيت زيتون وفيكم تحطوا بس زيت نباتي، بس يفضل انه تحطوا نص زيت زيتون ونص زيت نباتي. زيت الزيتون لوحده بمرمر، والزيت النباتي لوحده مو صحي، فيفضل انه نحط نص بنص. اول شي بدي احط زيت الزيتون. مرة من المرات اشتريت مطربان مقدوس جاهز. اول ما اجيت على سويسرا طلعوا غاشينه وحاطين فستق، وبدال دبس فليفلة حاطين فليفلة بودرة. وهي كانت اول مرة واخر مرة بشتري مقدوس جاهز. بعد مقدوس البيت ما في. شوفوا على هالمنظر ما شاء الله. والله مبين المنظر شي فاخر على الآخر. ما تنسوني من دعمكم يا أكابر. تحياتي لكم أينما كنتم. انتو أحلى عالم بالعالم. يلا باي باي، بأمان الله جميعا.